النهارده هنعمل الكوكيز المشهور، كوكيز محل العبد. كوكيز العبد هو كوكيز مميز جدا، معروف بالاسم ده، وهو بيطلب كتير جدا في الوصفات، وناس كتيرة قوي دايما بتطلبه في الفيديوهات. هو ككوكيز مختلف تماما عن الكوكيز الاصلي بتاع نيويورك، بس هو كوكيز مميز قوي وحلو وبسيط ومقاديره سهلة، وبجد ان شاء الله هيعجبكم جدا. وكمان هو هيبقى سهل قوي بالنسبة للبنات اللي لسه داخلين المطبخ جديد ولسه بيخبزوا. الكوكيز ده بجد هيبقى سهل قوي بالنسبة لهم، ومقاديره مظبوطة، وهيبقى جميل، وهيبقى يعني بداية تجارب لطيفة ان هما بعد كده يقدروا يجربوا. من غير كلام كتير يلا نبتدي الوصفة. الوصفة بتاعتنا بتبتدي ان احنا محتاجين كوباية زبدة ومعلقة زبدة. ليه كوباية ومعلقة؟ علشان خاطر هو المفروض بالجرامات، فأنا باحس إن الناس بيحبوا أكتر المقادير بالكوبايات، بتبقى أسهل بالنسبة لهم. فهنحتاج كوباية ومعلقة زبدة، وهنحتاج نص كوباية زيت، وهنحتاج كوباية سكر بودرة. في الوصفات دي يا جماعة، بسكوتات والكوكيز، الأفضل إن احنا نستخدم السكر البودرة. السكر العادي مش بيبقى أحسن حاجة، مش بيدي النتيجة اللي احنا عايزينها. بابتدي أضرب الزبدة والزيت والسكر مع بعضيهم لحد ما يندمجوا ويعملوا كده مع بعض قوام كريمي. وبعدين ابتدي أضيف اللبن البودرة. اللبن البودرة بتاعي أنا محتاج بالظبط في الوصفة دي 4 معالق، مش أكتر من كده، وبيدي طعم جميل جدا للوصفة. وبعد ما بحط اللبن البودرة وبيبتدي يندمج مع المكونات، ابتدي أضيف البيضة. وطبعا البيضة مش محتاجة نقول إن احنا محتاجين البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، ولازم يكون طازة. ولازم طازة، ده يعني يا جماعة يعني نجيبه من مكان بيبقى فيه سحب البيض بتاعه عالي، يعني ده أهم حاجة. البيض لازم يكون طازة يا جماعة، طول ما البيض طازة إن شاء الله البيض مش بيعمل أي ريحة، وبتبقى نتيجته أحسن بكتير جدا. بعد ما باضيف البيضة والفانيليا، بابتدي أحضّر الدقيق بتاعي. الوصفة هنا أنا هاحتاج 4 كوبايات دقيق، طبعًا بيختلف من دقيق لدقيق. أي وصفة بسكوت أو مخبوزات، نوع الدقيق يا جماعة بيختلف في الكميات. الوصفة هنا إن شاء الله أنا احتاجت النهارده 4 كوبايات دقيق، بس هابتدي أضيف الدقيق بالتدريج. هاضيف الأول كوباية، وبعدين ابتدي أقلّب، وبعدين أضيف تاني لحد ما هاوصل ل4 كوبايات. أنا احتاجت 4 كوبايات، ممكن تحتاجي 4 إلا ربع، 4 كوبايات ومعلقتين على حسب نوع الدقيق. وهنحتاج معلقة بيكنج باودر، وهنحتاج معلقة بيكنج باودر صغيرة هنحطها مع الدقيق. أهم حاجة بعد ما تخلّصي عجن وتلمّي العجينة بتتلم بأطراف الإيد. كل البسكوتات والكوكيز العجينة بتتلم بأطراف الإيد، عشان لو عجنتِ جامد العجينة بيطلع لها عرق، وهتلاقي حطّب منِّك أو عضّم منِّك في الفرن ونشف. فلازم يتعجن كده بأطراف الإيد، يا دوبك بيتلم. يعني البسكوت ده بيبقى حاجة رقيقة جدًا، فهو يا دوبك بيتلم كده بأطراف إيدِك. وبعد ما بتخلّصي عجنه بأطراف إيدِك، وبنتأكد إن العجينة بقت ملساء معايا بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده، ابتدي أعمل إيه بقى، ابتدي أغطّيها واشيلها في التلاجة لمدة ساعة أو ساعتين. كل ما هتشيليه في التلاجة أكتر، ساعة أو ساعتين، كل ما هيدّيكِ نتيجة أحلى وأنعم. يالّا بقى نشيله في التلاجة، وبعدين نبتدي نشوف هنعمله إزاي. دلوقتي أنا طلّعته من التلاجة، بابتدي أشكّله. تشكيل الكوكيز الأول بيبقى بتعمليه بقد حجم الليمونة كده، يعني أكوّره كده قد حجم الليمونة. طبعًا لو عايزاه كلّه يطلع نفس الميزان، يبقى تحطّيه طبعًا على ميزان للجرامات، بس أنا باعمله كده بإيدي يعني. باعمله قد حجم الليمونة، وباحطّه في الصينية، وبعدين بادوس عليه كده. ممكن تخرّميه أخرام وتحطّي فيه الchocolate chips، أو إنِّك تحطّي الchocolate chips كده عليه. أنا النهارده مستخدمة الchocolate chips، وممكن كمان الchocolate chips تحطّيه جوّه عجينة الكوكيز نَفْسه، هيدّيكِ نتيجة جميلة جدًا، وأنا عملت كام واحدة بالطريقة دي. بس يعني مبدئيًا هنعمل كُلّه إن يبقى الكوكيز من برّه. هاجيب صاج وأدهنه زيت، وأبتدي أرُص الكوكيز بتاعي. بعد ما بارُص الكوكيز وباحط الchocolate chips، وما تخافوش الchocolate chips مش بتسيح في الفرن، مش بتسيح، خاصةً لو جايبة نوع كويس. بس هو عمومًا الchocolate chips مش بتسيح في الفرن، عشان في ناس كتير بتبقى متخيلة إن الchocolate chips بيسيح، لأ هو مش بيسيح. وبعد ما بارُص الصاج بتاعي بادخّله على فرن مسخّناه، آمم قبليها كده ب5 دقايق. الفرن بتبقى درجة حرارته ما بتزيدش عن 200، من 180 ل200 على حسب درجة سخونة الفرن. والكوكيز بيقعد في الفرن من 12 ل16 دقيقة، مش أكتر من كده أبدًا، أبدًا. يعني لو كان الفرن بارد جدًا ممكن يقعد 18 دقيقة، أكتر من كده هينشف. هو المفروض يبقى لونه دهبي فاتح. فبادخّله الفرن،
بيقعد ال15 دقيقة وبعدين أطلّعه من الفرن. بعد ما طلّعناه من الفرن بيبقى بالمنظر الجميل اللي أنتم شايفينه ده، حاجة كده فوق الخيال، منتهى الجمال والله، هيعجبكم أوي. وصفة بسيطة وسهلة، وفعلًا مش بياخد وقت، مش هياخد في تحضيره أكتر من ساعة، وهيطلع حاجة في منتهى الجمال، يتاخد في نادي، هيتقدم لضيوف، هيعجبكم بجد. لحد هنا وصفتنا خلصت، يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ابعتوا لي تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات، ولو في أي وصفة جديدة عايزين نعملها مع بعض، بنعملها بطريقة سهلة، ابعتوا لي وأنا منتظرة تعليقاتكم، ومنتظرة أسئلتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. أشوفكم في الفيديو الجاي في وصفة جديدة إن شاء الله.